فبراير 2026 ملفات كانت مدفونة من سنين اتفتحت فجأة، صور، رسائل، أسماء كبيرة من كل مكان في العالم، وفي وسط كل ده قطعة قماش أسود متطرزة بالذهب مع رسالة غريبة بتتكلم عن قيمتها الروحية للمسلمين. ناس قالت اللي ورا الحكاية تدنيس، طقوس، مؤامرة، محدش قادر يحط إيده على إجابة واضحة. كل الإشارات رايحة ناحية حاجة كل الأديان حذرت منها: في آخر الزمان هيظهر شخص يخدع العالم كله بالمال، بالقوة، بالشهوة وبالخلود. هيسيطر على الأقوياء وهيخلي الناس تمشي وراه من غير ما تحس، من غير ما تعرف ليه. السؤال هنا، الشخص اللي هيظهر ده هل كان في حد بيحضر لظهوره؟ الفيديو ده هحاول اكشف لك الاسرار ونحلل كل الملفات ونربط التفاصيل كلها ببعض. يمكن نستكشف ايه اللي كان مخفي وايه اللي ورا كل اللي بيحصل ده، ونفكر بصوت عالي: هل الحرب اللي بتدور حاليا فعلا علشان النووي، ولا في شخص بيربط كل الحاجات دي ببعض مش مجرد مجرم ولكن جزء من حاجة اكبر بكتير؟ الفيديو ده مش هكلمك على إبستين، الفيديو ده هكلمك عن حاجة أخطر وممكن يكون إبستين كان جزء منها. فلو ما تعرفنيش، أنا عبد الله طارق وده برنامج خلف الأسرار. فلو أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع كل جديد هنقدمه. ودلوقتي خليك معايا علشان اللي جاي ده محتاج منك تسيب كل اللي في إيدك وتركز معايا. وعلشان نعرف ونستوعب في البداية لازم تعرف إن شخصية الدجال في الأحاديث بيجيب معاه جنة ونار، بيخدع الناس بالمال وبالنساء وبالسلطة وحتى بالأكل والشرب. إبستين في البداية ظهر على الساحة على انه شخص ارتكب جريمه جنسيه تقليديه، ومع الوقت الفضيحه بقت فضايح. شبكه ابتزاز جنسي منظمه جرت معاها اسماء رؤساء دول ومليارديرات وعلماء وحتى انفلونسر. علامه الاستفهام هنا كانت ازاي شخص واحد يقدر يسيطر على اصحاب النفوذ حوالين العالم، وايه الرابط الغير مرئي اللي عن طريقه قدر يتحكم فيهم بالشكل ده. واحد خلفيته اقل من عادي قدر يخدع العالم بقوه وفتنه مرعبه. يا ترى ايه الوعد اللي اتقدم في المقابل؟ إبستين كان بيستخدم القصرات والعلاقات كأدوات سيطرة وابتزاز، وده اللي خلى ناس كتير تشوف تشابه ما بين اللي بيحصل في دوائر جيفري إبستين وبين الفتنة الكبرى في الروايات الإسلامية، وزود على ده خلفيته اليهودية. في شائعات بترجح عن ارتباطه بالموساد، وده بيربط تلقائيا بالروايات اللي بتقول إن الدجال هيخرج من اليهود، أو على الأقل هيكون ليه أتباع من وسطهم. إحنا في زمن بنعيش فيه كلنا في قلق عالمي، لا لاحقين ناخد نفسنا من الأحداث اللي بتلاحقنا: كورونا، حرب إلكترونية، هجمات سربرانية، ذكاء اصطناعي، وانهيار اقتصادي تام. هل في راس للشر، سفير للشيطان بيدير كل الاحداث دي، ولا كل دي صدف ملهاش علاقه ببعض؟ قضيه إبستين بكل تفاصيلها المرعبه، ووفاته في السجن وعلامه الاستفهام حواليها، واختفاء كتير من التسجيلات وروايات الشهود، كل ده بيرشحه بسهوله للدور ده، خصوصا لما تربطها بنظريات ليها علاقه بالخلود وتغيير السلاله البشريه. القصة بدأت في مدرسة خاصة في نيويورك سنة 1974، مدرسة رياضيات عادية لأولاد الأغنياء والمشاهير. بنشوف إبستين من غير حتى شهادة جامعية ولا حتى شهادة تدريس رسمية بيدرس في المدرسة دي، مجرد شاب في بداية حياته عنده 21 سنة بطريقة ما اتحط في الوظيفة دي. لكن الأغرب إن في خلال سنتين بس الراجل ده نط من التدريس لمنصب المدير التنفيذي في بنك بيرسترينز، واحد من أكبر البنوك الاستثمارية في أمريكا وقتها. إزاي ده حصل؟ محدش يعرف، بس الغريب مش هنا، اللي حصل بعد كده أغرب بكتير مما تتخيل. في الثمانينيات صاحبنا ده ساب البنك فجأة وفتح شركة استثمارات مالية، بس الكاتيجوري محدد جدا، شركة بتدير فلوس الأغنياء وبس. عارفين مين كان أهم عميل عنده؟ ليس ويكسنر، صاحب فيكتوريا سيكريت، اللي ساب لإبستين إدارة كل أملاكه، تفويض قانوني كامل يتحكم في فلوسه وحياته المالية. إزاي راجل أعمال بالحجم ده ما يبقاش عارف مين اللي ماسك ثروته؟ هل كان مغفل، ولا كان متواطئ، ولا كان فاهم بس متغاضي علشان مصلحة؟ وايه هي نوع المصلحة دي؟ ما علينا. من هنا بدأت ثروة إبستين تكبر بشكل رهيب، زي قصر في نيويورك وجزيرة خاصة في الكاريبي، طائرة خاصة ومحطة قطر تحولت بعدين لمزرعة سرية. انت متخيل مدرس رياضة يبقى عنده كل ده في أقل من 20 سنة؟ ازاي وصل للمستوى ده؟ اكيد هتقولي انه كان بيدي دروس خصوصية. الحقيقة ان هو كان بيدي دروس خصوصية فعلا، وعلشان تعرف ازاي كمل معايا الفيديو للاخر.
وفي الظاهر يبان اننا بنتكلم عن قصة نجاح، بس بعد كده بتظهر من وقت للتاني ملفات عن شبكة عنكبوتية كانت دايرة من تحت لتحت لسنين طويلة. شبكة دخل فيها ابتزاز وسياسة ومؤامرات وتحالفات وحتى مخططات للسيطرة على العالم، وأقنعة لناس كبيرة بتسقط وأقنعة لناس كبيرة بتبان تحت غطا واحد بس، وهي الدعارة واستغلال القاصرين. يا ترى كان ايه طموح إبستين؟ النفوذ والمال، ولا في حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها؟ من أوائل الألفينيات تقريبا بدأ يجمع حواليه بنات صغيرة، أغلبهم كان تحت سن 18، يعني بنتكلم في سن 14 و15 سنة. كان بيدفع لهم فلوس في مقابل جلسات مساج في بيته في نيويورك، لحد ما بقى عنده الجزيرة الخاصة اللي الناس سموها بعد كده لوليتا آيلاند أو جزيرة المتحرشين. الموضوع معاه ما كانش بيقف لحد إنه بيغريهم بالفلوس والفسح والسفر على طيارته، لا ده كان عامل نظام هرمي، كل واحدة منهم تجيب صحابها وتاخد عليها مبلغ، والدايرة فضلت تكبر وتكبر. نفس نظام التسويق الشبكي كده، وانت فرع من فروع الشجرة. التحقيقات قالت وقتها ان الضحايا وصلوا ل 80 بنت، بس ده المكشوف عنه، انما الشواهد بتقول ان العدد الحقيقي اكتر بكتير مما تتخيل. البنات دي كانت بتتنقل معاه على طيارته من مدينة لمدينة، ومن امريكا لجزيرته ولاماكن تانية، ولحد هنا لسه القضية بتدور حوالين الاستغلال الجنسي. ولكن كل فترة لما الموضوع كان بيتفتح، كان السؤال اللي بيتكرر على لسان الناس كلها: ازاي واحد زي ده يقدر يستمر في نشاطه لسنين طويلة، ولا حد حتى فكر انه يتبع خط سيره المشبوه ده؟ ومين كان مستفيد من الصمت ده كله؟ اول تحقيق رسمي في قضية جيفري إبستين كان تحقيق بالم بيتش في 2005، لما بنت عندها 14 سنة راحت هي وابوها للشرطة في فلوريدا وقالت ان إبستين اعتدى عليها جنسيا في بيته. وساعتها الشرطة المحلية في بالم بيتش هي اللي فتحت اول ملف جنائي، وبدأت تجمع شهادات البنات دول وتفتش في علاقاته، واكتشفوا عشرات الحالات وصلت في الوقت ده ل 30 أو 40 بنت تقريبا. متخيلين العدد؟ اتشبهت الشهادات وقتها، وكان في إجماع إن كل البنات اتعرضوا للاستغلال بنفس الطريقة. وهنا اكتشفوا موضوع الشبكة الهرمية، واللي كل البنات كانوا بيجرجروا بعض من خلال بعض، وإن الشبكة دي ما كانتش مقتصرة بس على بيته، ده كان بينقل البنات دول لأماكن تانية زي الجزيرة. التحقيق ده فضل شغال من 2005 لحد 2008، لكن إبستين ما كانش حد عادي، وبدأت تظهر أسماء بعينيها في ملفات القضية، ناس تقيلة مش بس في البلد لكن في العالم، وأصحاب نفوذ ومشاهير ومؤثرين، كلهم كانوا بيترددوا على الجزيرة دي أو بيتواصلوا معاه، أو حتى كانوا بيستضيفوا البنات دول في بيوتهم. والنتيجة اتفاق مع النيابة العامة في فلوريدا إنه يعترف على نفسه بتهمتين بس، وعملوا الصفقة الشهيرة اللي خلته يتسجن 13 شهر بس، وكان بيخرج فيهم كل يوم يمارس حياته بشكل طبيعي. وساعتها الناس بدأت تشك إن الراجل ده شكله محمي من جهات تقيلة، وده طبيعي لأن تهمة واحدة من اللي كان متهم بيها كان يستاهل عقوبة أكبر بكتير من اللي اتحكم عليه بيها. الناس التقيلة اللي جه اسمها في التحقيق ما كانوش ناس عادية، كان أقل واحد فيهم هو دونالد ترامب وويل كلينتون والأمير أندرو وليس ويكسنر وجيسلين ماكسويل. ودي كانت الشخصية الرئيسية اللي ظهرت في التحقيق، واللي البنات الصغيرين شاهدوا إن هي اللي كانت بتجندهم وبتنظم تحركاتهم، وبناء عليه خدت حكم ب20 سنة في 2021. في كمان علماء وأكاديميين وسياسيين وفنانين كلهم اتذكر اسمهم بطرق مختلفة في القضية. بعدها جيفري قضى عقوبته ورجع يعيش حياته بشكل طبيعي، بس الشكاوي والشهادات ما وقفتش. ضحايا تانيين رفعوا دعاوى جديدة وفضلت التحقيقات شغالة، والأسماء اللي قلتها لك فوق هم وغيرهم رجعوا يظهروا مرة تانية بشكل أكبر. وكمان زيارات الجزيرة بدأت تظهر بشكل تاني، وبدأ يظهر كاميرات سرية في كل مكان في الجزيرة، وده كان جزء أساسي من نظام الابتزاز واللي كان بيسجله للضيوف الكبار في مواقف مخلة مع القاصرات، وده علشان يضمن ولائهم وعلشان يهددهم علشان يحمي نفسه. وهنا في نقطة مهمة هنحتاج لها بعدين. الجزيرة الخاصة بتاعته كان فيها معبد مبني بشكل دائري، تصميمه غريب وعليه زخارف غريبة ما تفهملهوش ده معبد ولا مسجد، ورغم ان التقارير الرسمية قالت انه مجرد مبنى عادي كان بيستخدمه بس لأغراضه الشخصية وان محدش ليه دعوة، الا اننا هنتأكد انه ما كانش عادي وهتفهم ليه قدام. Would it be fair to say that Mr. Epstein trafficked young women, including in some instances minors, for sex to himself? في 2019 ال FBI فتحوا تحقيق جديد بعد ما ظهرت شهادات ووثائق جديدة، واعتقلوه مرة تانية في مطار نيوجيرسي، وساعتها عدد الضحايا كان وصل لأكتر من 80 بنت. وفضل جيفري في السجن لحد ما لقوه ميت يوم 10 أغسطس في نفس السنة. ظروف موته كانت مريبة، الروايات الرسمية قالت إنه انتحر بحبل سبقتها محاولة في يوليو، والمحاولة دي ساعتها خلتهم يحطوه تحت المراقبة عن طريق كاميرات وحراسة مشددة. لكن بعد ما مات ما لقيناش أي تسجيلات للكاميرات
الكاميرات اللي كانت بتراقبه. لا معلش، اصل الكاميرات دي كانت متعطله بالصدفه. معقوله؟ ومش بس كده، الحراس ما اكتشفوش موته الا بعدها بساعات، وقبلها زميله اللي في الزنزانه اتنقل فجاه. المحامين بتوعه شككوا في موته وجابوا خبير يفحص الجثه واللي كان حاضر وقت التشريح بالنيابه عن عائله إبستين. المفاجاه ان الاصابات اللي ظهرت عليه بترجح انه اتخنق بالايد اكتر من الانتحار. وقال المحامي بتاعه بالحرف انه طول 50 سنه من مسيرته المهنيه ما قابلش ابدا حاله انتحار بالشنق ب3 كسور في الرقبه. ورغم كده السلطات فضلت متمسكه برؤيتها. الناس ساعتها قالت انه اتقتل علشان النخبه المتورطه معاه يضمنوا سكوته للابد. انت بقى شايف زيهم ان جيفري إبستين اتقتل فعلا ولا ما ماتش؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. لحد دلوقتي الناس كانت بتسمع عن الشخصيه المسنوده المتهمه في قضيه الاتجار بالكسرات، لكن اللي خلى القصه تتحول من فضيحه جنسيه لحاجه اكبر هو اللي كان بيحلم بيه إبستين نفسه. حلم إبستين ما كانش بس السيطره على البشر، لا ده كان عايز يتحكم في المستقبل وكان عايز يعيد شكل الانسان بنفسه. في 2017 ظهرت حاجه في التحقيقات، حاجه فضلوا مكتمين عليها سنين وما كشفوش عنها للجمهور الا في فبراير 2026. في مارس 2017 وصلت لإبستين شحنه سريه 3 قطع من كسوه الكعبه المشرفه مع ايميل مريب بتاريخ 22 مارس. اتقال فيه ان القطعه دي لمسها ما لا يقل عن 10 ملايين مسلم من مختلف المذاهب، سنه وشيعه وغيرهم. ناس كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه 7 مرات كل واحد منهم بيحاول يلمسها، ده غير ان دموعهم وصلواتهم وامنياتهم عليها. رساله تبان انها مؤثره جدا، بس في ظروف مختلفه. الشحنه دي رتبتها سيده اعمال سعوديه مقيمه في الامارات اسمها عزيزه الاحمدي، واللي اتوصفت في الفواتير على انها عمل فني وكانت قيمتها $11,000 تقريبا. اللي يهم إبستين انه يحط ايده على حاجه زي دي ليها قيمه روحيه تخص فصيل ديني وهم المسلمين. في صوره من الوثائق بيظهر فيها إبستين واقف مع سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس اداره مواني دبي العالميه. الاتنين واقفين بيتاملوا كسوه الكعبه وهي مفروشه على الارض. يا ترى كان ناوي يعمل بيها ايه وايه سبب وجودها في جزيرته؟ طب هل لمسات المسلمين لكسوه الكعبه خلى ليها طاقه معينه وإبستين حاول يستغلها، او في شيء تاني مجهول؟ وهل ده اللي خلى عزيزه الاحمد تاكد على النقطه دي بالذات في الايميل اللي بعتته؟ كل دي اسئله هنحاول نعرف اجابتها قدام. كسوه الكعبه مش هي العنصر الوحيد. المريب فعلا حياه إبستين وخططه انه يخترع جنس بشري جديد مختلف بطريقه غريبه عن الجنس البشري الموجود حاليا. إبستين كان دايما مهووس بترقيه الجنس البشري. كان عنده مزرعه في نيو مكسيكو اسمها زورو رانش. اتقال ان ده المكان اللي كان عايز ينفذ فيه خطته الغريبه لتخصيب 20 بنت في وقت واحد، وده مش عشان يرضي رغباته لكن علشان ينشر DNA بمواصفات معينه ويكون هو الاساس لسلاله بشريه جديده متفوقه جينيا. إبستين في الوقت ده دفع $6.5 مليون لتمويل برنامج سري في جامعه هارفارد، وده برنامج بيستخدم المعادلات والاحصائيات لدراسه السلوكات البشريه وتطوير الجينات. وكان عنده هوس بفكره اللي ما بعد الانسانيه لدرجه انه كان بيقول ان الموت غلطه وانها لازم تتصلح، وان النخبه من البشر تستحق انها تعيش لملايين السنين. ومن كتر هوسه اتبرع بمبلغ كبير لمؤسسات بعينها لتطوير الافكار دي، زي انه دفع $20,000 لمنظمه اسمها هيومانيتي بلس، ودي منظمه بتناقش افكار ونظريات لتطوير قدرات الانسان اكتر من الطبيعي وحاجات ليها علاقه باطاله عمر البشر وتحسين الجينات في المستقبل. كان بيناقش مع العلماء افكار علميه غريبه زي امكانيه استنساخ البشر وتعديل الجينات بتقنيه اسمها كريسبر. ومش بس كده، لكنه راح لحته ابعد لدرجه ان إبستين كان بيتناقش معاهم في فكره تجميد راسه واعضائه التناسليه بعد موته على امل انه يرجع يعيش تاني في المستقبل. ولحد ما مات زي ما بيقولوا يعني كانت كل محاولاته دي مجرد كلام نظري، او ده اللي نعرفه. لو دي كلها اسرار مش كفايه علشان تفتح جوه دماغك دوامات من الافكار وعلامات استفهام كتير، خليني اقول لك ان في كلام اتنطور عن علاقه إبستين بالموساد، واللي دعم ده علاقته القويه بابو غسلين ماكسويل، واللي كان معروف عنه انه جاسوس اسرائيلي وتقريبا كده كان متبنيه ولم من وراه ثروه ضخمه، وده اكيد ما كانش علشان سواد عيونه. والسؤال دلوقتي، لو مشينا ورا فكره ان شبكه إبستين المريبه كانت مجرد غطا، تفتكروا ايه هو المخطط الاكبر اللي كان بيسعى ليه إبستين؟ ركز معايا كويس قوي في اللي جاي، بس قبل ما اكمل خد نفس طويل وانزل ادعمني بالاشتراك في القناه، وده علشان نوصل محتوانا لاكتر عدد من الناس ونفيد الكل.
الشحنة المقدسة لكسوة الكعبة، معبد الجزيرة، خطة ترقية البشر، انتقاء النخبة، الخلود والاستنساخ، تجميد حتى الأعضاء التناسلية للمستقبل، وغيره وغيره. لما تتجمع مع بعض في ملف واحد بيخص شخص واحد، هتخليك تحس بإيه؟ الناس بدأت تشوف في إبستين شخصية شيطان أو أداة في إيد الشيطان، وفي روايات تانية المسيح الدجال، وإن كل الأحداث الكبيرة والشخصيات المشهورة وأصحاب النفوذ والمال ليهم علاقة بشكل أو بآخر بمخطط خبيث للسيطرة على العالم. النظريات الإسلامية بتقول إن إبستين كان يهودي مرتبط بشائعات ليها علاقة بالموساد زي ما قلت لك، وضيف عليهم شحنة كسوة الكعبة واللي شافوها محاولة خبيثة لتدنيس المقدسات الإسلامية، وده كبرها في دماغ ناس كتير إن إبستين يبقى هو الممهد لظهور المسيح الدجال. الدجال اللي هيغري البشر وهيسيطر عليهم بنفس الطريقة اللي إبستين سيطر بيها على أصحاب النفوذ والقوة في العالم، واللي من خلاله هيفسد كل الأديان قبل النهاية. يعني بالعربي كده إن إبستين واللي غيره كلها أدوات في إيد الشيطان علشان يهيئوا البشرية كلها لنظام عالمي جديد. كولمان هو كمان طور الفكرة دي في كتاب اسمه The Committee of 300، وقال إن في لجنة سرية من الأغنياء والماسونيين بتسيطر على العالم فعلا، وإن الصهيونية جزء أساسي منها. ومن بعدها جه أليكس جونز وخد كل ده وطلع بفكرة ان إبستين جزء من الكابل الشيطاني، ودي حاجة مش ملموسة ولا ليها مؤسسة على أرض الواقع، لكن أصحاب النظريات بيقولوا ان الكابل ده نخبة عالمية سرية عندهم أجندة شريرة بيتحكموا في عالم المال والسياسة والأعمال، وبيورطوا الناس في جرائم جنسية وابتزاز. جونز ربط كمان خطة النسل المتفوق عند إبستين بفكرة السلالة الشيطانية اللي الدجال هيحتاجها علشان يحكم سيطرته، واللي زود الرعب أكتر في الفترة الأخيرة بعد الإفراج عن آخر ملفات إبستين، وبسببه اتفتح حساب بنكي لإبستين باسم بعل، وبسببه اتفتح باب جديد من نظريات المؤامرة، وما بين يوم وليلة بقت دي أكتر النظريات رعب وانتشار على السوشيال ميديا. يطلع إيه بعل ده؟ الاسم اللي ظهر في واحدة من وثائق إبستين واللي خلى الناس تقول إنه مش مجرد اسم عشوائي، دي إشارة لحاجة أخطر بكتير من إنه مجرد مجرم. بعل الكنعاني كان إله مهم جدا في حضارات بلاد الشام القديمة وقرطاج في شمال أفريقيا، كان إله المطر والخصوبة والزراعة. الأساطير بتقول إن بعل يبقى هو ابن الشيطان الأكبر إبليس، وطريقة تحضيره لازم تكون تضحية بشرية خصوصا بالأطفال، وده علشان يتقربوا منه وينولوا رضاه. ويقال إن الضحايا بالأطفال كانت بتتم بحرقهم أحياء. الكشف ده رجع الناس لإشاعات قديمة بتتردد من سنين. النخبة بتضحي بالأطفال علشان تضمن النفوذ والثروة والسلطة، وربطوا ده بشهادات إبستين إنه كان بيحب الأطفال وكان بيجيبهم من بره أمريكا بصادر باسبوراتهم، وده علشان ما يهربوش ويروحوا في اي حته. والرابط ده زاد بعد ما الناس لاحظت ان إبستين كان مهووس بالخلود والاستنساخ وترقية الجنس البشري. طب فين الاطفال دول ومصيرهم كان ايه؟ الاجابه محدش يعرفها لحد دلوقتي. بعد اللي حكيته لك ده تفتكر انت بقيت قادر تقرر اذا كان إبستين فعلا اداة للدجال ولا الناس كانت بتبالغ؟ خلينا نخرج شويه من دايره المؤامرات والتخمينات ونشوف ايه اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال في الاحاديث الصحيحه، ومن بعدها انت حر تصدق النظريات اللي بتتقال او ما تصدقهاش. الدجال مش مجرد مصطلح بيدعم النظريات دي شخصية حقيقية هتظهر في آخر الزمان، واللي ورد ذكرها في أحاديث صحيحة رواها البخاري المسلم واتفق عليها علماء السنة بالأجمع. الرسول حذر من الدجال وقال عنه إن أعظم فتنة هتصيب الأمة، ومن أهم الأحاديث دي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، واللي بيتكلم عن فتنته الكبرى. يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 ولا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، فيأتي بفتن عظيمة ينزل معه ما يشبه الجنة والنار، لكن ناره جنة وجنته نار. يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يقتل ويحيي بإذن الله اختبار للناس. وغيرها أحاديث تانية كتير كلها بتتكلم عن وصفه وشكله وطريقة قتله. ومن صعوبة الحدث ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة. لكن برغم ان اللي الناس بتقوله النهاردة عن إبستين انه جزء من خطة الدجال وانه مش موجود في الأحاديث، إلا ان الأحاديث برضه ما حددتش اسم ولا زمان ولا حتى مكان دقيق لظهوره. قالت بس انه هيضلل هيفتن وبعدين هيتقتل، وده ما ينفيش ان النظريات وارد تكون صح وارد برضه تكون مبالغة وتهويل. بس استنى كده، لو إبستين كان أداة لتنفيذ خطة عالمية للسيطرة، سواء بقى كان ليها علاقة بالدجال او الشيطان او حتى منظمات سرية، تفتكر هيسيبوه يموت بسهولة دي؟ طيب لو وراه ناس بالنفوذ الرهيب ده، هل هيصعب عليهم انهم يحموه من السجن ويفضلوا يستخدموه بدل ما يموتوه؟
بعد وفاة إبستين في 2019 انتشرت صورة لجثمانه وهو خارج من المستشفى، وهنا الناس بدأت تعمل مقارنة لملامح الوش وقالوا إنها ما كانتش مطابقة لإبستين أصلا، وأكتر حاجة بيستشهدوا بيها إنه لسه عايش هي الصورة اتاخدت من درون لشخص شبه إبستين جدا. الصورة دي قلبت الدنيا من أول ما ظهرت على الإنترنت، ولسه كل ما بتظهر بيكون ليها نفس الصدى، ومحدش يعرف الصورة دي ظهرت إمتى ولا موقعها فين بالظبط. أقول لك على الأغرب، مع نشر الوثائق والملفات الأخيرة اللي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية، الناس بدأت تدور أكتر ولقوا إن في لعبة جيفري كان بيحب يلعبها دايما واللي كان اسمها فورتنايت، واكتشفوا إنه بعد ما مات عمل عملية شراء على نفس اللعبة وجاله ساعتها ايميل كونفيرميشن باليوزر نيم بتاعه. الناس بقى استخدمت اليوزر نيم ده ودخلت تدور عليه جوه اللعبة، ولقوا إن الحساب بتاعه لسه موجود وشغال وإنه لسه بيلعب، واتقال كمان إن موقعه اللي بيلعب منه كان إسرائيل. عامة محدش يعرف الحقيقة فين، بس الغريب إن شركة ايبك جيمز بتاعت لعبة فورتنايت ما طلعتش اتكلمت خالص، ولا بالتأكيد ولا بالنفي. وعلشان الجهات الخبيثة اللي حاولت تزق باسم مصر في القرف ده فهمني طبعا، خليني اقول لك ان صحيح في ايميل حقيقي من ضمن ملفات إبستين بيتكلم عن زيارته لمصر في 2010، ايميل تاريخه 8 نوفمبر 2010 بيطلب فيزا روسية لزيارة القاهرة علشان حفلة عند الاهرامات. الايميل ده من واحد اسمه فلاديسيل دورينين، مطور عقاري روسي مشهور، بيدعي إبستين للحفلة عن طريق واحدة اسمها سيفيتيلانا، قال له فيه انه لازم يجي ولو يوم واحد بس، وبيقول له ان الحفلة دي هتكون يوم الخميس الساعة 11 وركز لي قوي على التاريخ ده تحديدا. والصديق ده عرض عليه انه ممكن يخلص له الفيزا علشان عنده صديق مشترك مع بوتين. لما بحثت عن الحفلة دي في التاريخ ده ما لقيتش عنها اي اخبار، لان يبدو انها كانت حفلة خاصة، لكن بعدها بسنة بالظبط لما نظام مبارك مشي كان في دعوة لحفلة تانية بيتم التخطيط ليها في نفس التاريخ، وهو 11/11/2011، يعني 11 نوفمبر 2011. الحفلة دي كانت عبارة عن ايه بقى؟ ان الساعة 11/11 بالظبط في التاريخ ده هيتجمع شوية ناس حوالين الهرم الأكبر ويمسكوا في ايدين بعض، وكان في كلام عن استخدام بلورات طاقية ورسومات ورموز وشوية حاجات من دي. اللي خطط للحفلة دي منظمة بولندية اعلنت انها هتعمل ده علشان تنقذ الارض من كوارث كونية محتملة، واتقال وقتها ان في شركة مصرية طلبت تصريح ل 120 شخص الايفنت اسمه حضن الهرم، اللي هو تقريبا نفس الايفنت اللي هم عاملينه. وقتها بقى الدنيا قامت وما عادتش، والمصريين هددوا بالاعتصام عند الاهرامات، والمجلس الاعلى للاثار اعلن ان معلش الاهرامات مغلقة للصيانة لحد يوم السبت. والقوات المسلحة وقتها اعلنت رفضها القاطع للنوع ده من الحفلات اللي هدفها كان تدنيس مهد الديانات باحتفالات شيطانية زي ما وصفوها. السؤال بقى كانوا عايزينه في الحفلة دي ليه؟ واشمعنى الشخص ده بالذات؟ وليه عند الاهرامات اصلا؟ واشمعنى التاريخ ده اللي هو موافق العدد الرقمي 11/11؟ فهمتوا حاجة؟ انا كده تقريبا خلصت، بس حابب اقول لك ان اللي بنشوفه النهارده هو محاولة انسانية لقراءة الاحداث وتفسيرها، وبنحاول نربط الامور ببعضها لفهم قضية مرعبة اكبر من قضية إبستين. وفي الاخر ما نقدرش نختلف ان إبستين شر حقيقي، لكن ليه علاقة بالدجال الله اعلم. مفيش خطر ابدا من التفكير، لكن الخطر اللي بجد اننا نضيع وننسى الدين اللي دايما بيطلبنا بالوعي. الحرب الاخطر هي الحرب اللاوعي، والشر اللي موجود جوه البشر فهو كده كده موجود بنسب متفاوتة بين كل البشر، مش بس الدجال هو اللي هيحركه، بس ليه لا؟ كل شيء وارد. ودلوقتي خليني اسالك سؤال اخير، ازاي لسه في ناس مش قادرة تصدق ان في فئة هتتبع المسيح الدجال بسهولة وتثق فيه بكل ثقة، وتشوف ان هو اله، وتشوف فيه المنقذ اللي هينقذهم حتى لو مكتوب بين عينيه كافر؟ واضحة جدا للأعمى. ببساطة الإجابة في اللي حصل مع إبستين. ازاي اقنعهم انهم نخبة فئة مختارة فوق كل البشر، ووعدهم باللي يغذي نقط ضعفهم، واستغل دناءة النفس البشرية لدرجة انهم شافوا بعينهم حاجات تفوق الجرائم. ومش بس كده، دول سكتوا عنها وشاركوا فيها وسهلوا الطريق ليها. إبستين عرف يقدم الوعد، فلوس، نفوذ، متعة، حماية وخلود وقوة، نفس المغريات اللي الأحاديث ذكرتها عن الدجال. وفي النهاية مدخل الدجال حصل منه سيناريو مصغر قدام عينينا، والنتيجة برضو شفناها. ومع ذلك لسه في ناس شايفة ان الدجال هو تخاريف وقصص بشرية. اللي عايزك تفكر فيه بعد ما تقفل الفيديو ده، لو كانوا فعلا بيحضروا الحاجة بالبشاعة دي احنا المفروض نعمل ايه علشان نحمي نفسنا ونبقى واعيين كفاية لكل خطوة بتحصل، ومش مدركين ان الخطوة دي معمول حسابها من سنين. وفي النهاية لو وصلت لحد هنا انزل دلوقتي حالا علشان تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل جديد عندنا، وما تنساش تسيب رأيك في الكومنتات، دي حاجة هتساعدني جدا. يلا سلام.